إذا أنت بنت بتحس بالذنب لما تشتري شي لإلها خصوصي إذا كان غالي، هيدا الفيديو لإلي. رح نحكي عن الموضوع أنا عم بفتح الجفت يلي جبتها لحالي لأنه قرب عيدي. وهيدا الشعور بالذنب ببلش على عمر كتير صغير لمن أهلنا يقنعونا إن إحنا ما فينا نجيب لعبة أو ما فينا نشتري اللي بدنا إياه غير ما يكون في شي بالمقابل، غير ما نكون عاملين إنجاز كتير كبير. إذا طلعتي الأولى بالصف رح جيبلك اللعبة اللي بدك إياها، إذا تخرجتي رح جيبلك السيارة، إذا لقيتي شغل فيك تشتري تياب جديدة. جاهزين تشوفوا أغلى هدية بشتريها لحالي؟ وشوي شوي منبلش نعيش حالنا بواقع انه نحن لو قد ما ضحينا وقد ما تعبنا وقد ما وصلنا ستيل ما بنستحق وما بنستاهل الامور اللي بدنا اياها. ضعفت 10 كيلو بس بعدني ما بستاهل اشتري فستان جديد لانه بعد لازم اضعف 5 كيلو. كرمال هيك الحال انك تبلشي تتذكري قيمتك وتقدري تعبك، لانه اذا انت ما قدرتي تعبك ما تنطري حدا يقدر لك اياه، ما تنطري حدا يجي يقول لك برافو انت عم تتعبي، انت بتستاهلي كذا وكذا. انت بدك تعرفي هيدا الشي منك لحالك، وانك تروحي وتهدي حالك الشي اللي عن جد حبيبتيه. ايه حبيته، ايه اشتريته، ايه رح البسه وما رح خبيه وضلني خايفة عليه، ولا ما رح حس بالذنب.